سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم وصفه للقضاء على جفاف البشره سواء كانت دهنيه او جافه. كنعرفوا اننا في فصل الشتاء، هذا الفصل هذا كيخلينا البشره ديال الوجه ديالنا ناشفه وشاحبه، وكذلك اليدين ناشفين وجافين. لذا جبت لكم وصفه سهله وبسيطه نقدروا نستعملوها مره في الاسبوع. غادي نحتاجو فقط الافوكا او القشر ديال الافوكا. كما كتشوفوا معايا هاد البقايا اللي كتبقى على القشر ديال الافوكا هو اللي كنستخدموه على بشره الوجه. طريقه استعمال البنات، غادي تاخذوا القشره كما كتشوفوا معايا. هاد القشره البنات غادي تمروها على وجه يكون نقي، على بشره الوجه ديالنا. غادي تتركوها 20 دقيقه، من بعد غادي تغسلوها بالماء الدافئ والغسول او الصابون اللي كتستخدموا. يعني ما غاديش نحتاجوا الافوكا نهائيا، غادي نحتاجوا فقط القشر ديالها او البقايا اللي كتبقى على القشر. غادي تمروها على الوجه ديالكم بالكامل وغادي تتركوها 20 دقيقه، من بعد تغسلوها بالماء الدافئ. كنعرفوا البنات ان الافوكا غنيه بزاف بالبروتينات، هي مزيانه بزاف للوجه ديالنا وللشعر، كتحارب الجفاف، كتخلصنا من الجفاف ديال البشره ديالنا او القشور اللي كيظهروا على البشره، وكتخلي البشره لامعه وكتفرز القليل من الدهون. يعني البنات اللي عندهم بشره جافه يستخدموها، اما البنات اللي عندهم بشره دهنيه وكتنشف ليهم في فصل الشتاء والخريف فيستخدموها كقناع. يتركوه كما قلت لكم 20 دقيقه، من بعد تغسلوه بالماء الدافئ. كنتمنى البنات هاد الوصفه تفيدكم. كنتمنى نفيدكم ايضا ولو بالقليل. الا فدتكم ما تنساوش الاشتراك بالقناه، تخليوا لي التعليقات ديالكم. دمتم في حفظ الله.